أنا منى، عندي 27 سنة. تعالى أحكي لكم حكايتي اللي مش هتشوفوا ولا تسمعوا زيها. أنا خلصت كلية وبعدين اشتغلت. أنا عايشة مع أمي وأبويا ومليش غير أخت واحدة. في الوقت ده اتعرفت على شاب، وزي ما بيقولوا حب من أول نظرة، وقرر إن هو يتقدم لأهلي علشان يتجوزني. وفعلا أهلي سألوا عليه ولقوه شاب على خلق وسمعته كويسة. هو كان عايش مع أمه لأن أبوه متوفي وما عندوش أخوات، وأمه كانت كل حاجة ليه. المهم هو كان متفق إن احنا هنعيش مع أمه علشان ما ينفعش تعيش لوحدها، وكمان ظروفه المادية كانت كويسة وكل حاجة تمام. فأهلي وافقوا واتفقنا وحددنا ميعاد الجواز، وكل حاجة كانت تمام لحد اليوم الموعود. ويا فرحة ما تمت. وبعد مرور 5 سنين من الزواج والصبر والثبات على مرض جوزي، مريت باختبارات صعبة من أم جوزي اللي كانت على طول بتحملني فوق طاقتي، وكنت أصبر لأكون نعمة الزوجة لراجل حبيته. كان كل يقين بإن ربنا هيشفيه. وكان زوجي بيتعجب مني ويقولي: هو انتي مش عايشة غير بالأمنيات؟ كنت بقوله: إن الله على كل شيء قدير. وبعد فترة شاء الله وقدر له الشفاء. ما كنتش مصدقة، وكنت فرحانة من جوايا، وكنت بقول لنفسي: هرد عليه ازاي لما يطلب مني ان احنا نسافر علشان نقضي شهر العسل اللي احنا ملحقناش نقضيه. انا فرحتي ما كملتش زي باقي البنات، لان جوزي اصيب بحادث يوم زفافنا. انا كنت عايشة وراضية وقعدت جنبه في مرضه، وكنت كمان بخدم امه اللي كانت على طول مشغلاني عندها وكأني خدامة، وما راعتش ربنا فيا. المهم بعد ما بقى كويس قلت خلاص، الدنيا بدأت تضحك وربنا هيعوض صبري خير. المهم ان كل ده كان مجرد حلم في دماغي، مش اكتر من كده، علشان الحقيقة كانت غير كده خالص. المهم بعد ما شد حيله بقى كويس، رجع شغله وعد شهر واتنين وتلاتة وهو مش شايفني، مش شايف غير نفسه وبس. فضلت ساكتة ومش بتكلم لحد ما قلت: لأ، كده كتير، أنا لازم أتكلم وأفهم فيه إيه. خصوصا إن هو كان دايما على طول عند أمه بعد ما بقى كويس. واستنيته لما رجع من الشغل وقلتله: انت مالك؟ انت مش بقيت كويس؟ ليه مش شايفني خالص؟ انا تعبت علشانك وشلت فوق طاقتي لحد ما بقيت كويس. مش نعيش بقى حياتنا اللي انا ما شفتهاش؟ قال لي: انت لسه فاكرة؟ روحي شوفي شكلك عامل ازاي. قلت له: شكلي؟ ماله شكلي؟ قال لي: فين الاهتمام؟ انت بقيتي حتى مش بتبصي في مراية. قلت له: ما كل ده منك، انت السبب. جاي دلوقتي تقولي كده بعد ما استحملت مرضك من اول يوم جواز؟ انت واحد اناني. انا كنت عايشة ومش عايشة، انا كنت في خدمتك وفي خدمة امك اللي طلعت عيني، وانا كنت بقول كل ده هيعدي بعد ما تقوم بالسلامة. دلوقتي مش عاجبك شكلي؟ انا زي ما انا، لكن انت للأسف انت اللي اتغيرت كتير. قال لي: انا كنت بقولك اتطلقي وانسي اللي كنتي بترفضي. برفض علشان بحبك. ما كانش في بالي غير انك تخف واعيش حياتي معاك. انا من اول شهر عدى واهلي بيقولولي اتطلقي وكل شيء نصيب، بس انا كنت برفض علشان بحبك، وعلشان كان عندي امل انك تقدر كل ده وتعوضني حياتي اللي انا ما شفتهاش ولا عشتها حتى. قال لي: انا مش عايز اظلمك، لو حابة نتطلق انا موافق. وخد بعضه ونزل عند امه، وانا فضلت اعيط ودماغي مش حاسة بيها، وكأن الدنيا بتلف بيا. انا ضيعت عمري على الفاضي مع واحد للأسف ما عندوش ضمير. ولقيت امه طلعت بتخبط عليا، قلت لها: خشي. دخلت وكان ردها صادم ليا. لقيتها بتقولي: انتي عايزة تموتي ابني؟ سيبيه في حاله. انا ما صدقت ان بقى كويس، ومش هسمحلك انك تزعليه او يضيع مني بسببك. ابني مش عايز يكمل معاكي.
قلت لها ايه؟ انتي بتقولي ايه؟ انتي جاية دلوقتي تقولي كده؟ ما قلتيش ليه لما كان تعبان؟ ما قلتيش ليه لما كنت بخدمه وبخدمك انتوا كمان؟ انتوا ضيعتوا حياتي وعمري. فين عمري اللي راح؟ اجيبه منين؟ ومين يعوضني السنين اللي عدت من عمري؟ روحي يا شيخة انت وابنك منكوا لله. قالت لي من غير غلط، شوفي حقوقك واحنا هنديهالك. ابني خلاص مش عايز يكمل معاكي، وفكري. وقالت لي علشان ابني هيسافر في شغل، ولما يرجع تكوني فكرتي، علشان كل واحد يشوف حياته. ودي كانت قصتي. قولولي اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ انا مش عارفة اتكلم. انا جاتلي صدمة وعقدة نفسية بسببهم. انا خلاص تعبت. قولولي اعمل ايه علشان ارجع تاني زي الاول. انا طبعا دلوقتي في بيت اهلي اللي مصدومين بسببي. يا ريت تساعدوني لاني فقدت الامل مع واحد ما يستاهلش يكون انسان. طبعا دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة على رسائل الصفحة من صاحبة المشكلة، ودي كانت من اصعب الرسائل اللي جات لنا، لاني بجد انا حزينة جدا ومستنية ردكم عليا في الكومنتات. وما تنسوش كمان دعمكم ليا باللايك والشير.